القرص بالنسبة لي يعني القرص الناشفة، ودي أكتر مقادير مظبوطة وتكنيك للخبز هتطلع معاكي قرص ممتازة. أول حاجة هنحضر نص كوباية من الحليب الدافي، 4 معالق كبيرة من السكر يعني ربع كوباية، 10 جرام من الخميرة يعني معلقة كبيرة بس مش مليانة. هقلبهم واركنهم على جنب. عندي هنا بقى كيلو من الدقيق، عليه رشة من الملح، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، و3 معالق كبيرة من السمسم، 300 جرام سمنة على زيت، 250 سمنة و50 جرام زيت. ولو بالأكواب يبقى كوباية وربع سمنة وربع زيت. هبس بقى الدقيق كويس جدا واشربه بالسمنة لحد ما يبقى عامل كده. هنزل عليه بخليط الخميرة وكوباية من اللبن الرايب الدافي، ولو مش عندكم لبن رايب استبدلوه بكوباية من الحليب، وضفت كمان كوباية من الحليب الدافي. وهشرب بقى العجينة بالسوائل، ولو احتجت بزود مية دافية لحد ما اوصل للقوام ده. وزنت كل الكور على 35 جرام عشان عايزاهم يبقوا كلهم متساويين. هفرد بقى الكورة فردة بسيطة وبعدين احط فيها العجوة واقفلها، وبعدين افردها كويس جدا وارققها بالشكل ده. هرص بقى كل الكمية في الصينية واسيبها ترتاح شوية قبل ما ادخلها الفرن. اللي بالعجوة هخرمها كده بالشوكة عشان ما ترتفعش، لكن اللي بالملبن مش هخرمها. ودي بقى اللي بالملبن قفلتها كده كويس وبعدين فردتها، وبرده خلصتها وهدخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 رف وسط، تاخد لون من تحت، وبعدين هطفي النار واشغل الشواية. كيلو دقيق هيعمل معاكم تقريبا من 60 ل 65 واحدة. تقدروا كمان تعملوها سادة او تحشوها سكر وقرفة، هتحتفظوا بيها في علب في درجة حرارة المطبخ عادي. جربوها هتعجبكم قوي.